بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا، وهي اعطال حساس السرعه بالنسبه للفتيس. الكود اللي موجود عندي ده اللي هو البي 0700 و17 تربن سبيد. في تويوتا لما بيقول لك تربن سبيد هو قصده على حساس السرعه الداخلي. لما بيقول كوانتر سبيد بيبقى قصده على حساس السرعه الخارجي. طيب تعال نشوف الاول ايه هي شكوى العميل اللي هنتعامل عليها. دي عربية تويوتا كامري كرولا، كله برضك نفس الكود، يعني ان السرعة اول ما تبدأ تزود سرعة المحرك بتزيد مش الطبيعية بتاعتها، ولمبة تشيك انجن منورة. دي شكوى العميل. اول ما بسمع من شكوى العميل واشوف العميل مع ايه الشكوى بتاعته، ابدأ امشي خطوات. طب هل الفتيس ده انت عامل فيه شغل؟ يقول لي اه، انا مثلا كان معمر فتيس، فانا هبدأ ادخل معايا حساب في جزء الفتيس. انا كان عندي مشكلة في الكهرباء، انا كان عندي مشكلة في البوابة، انا كان عندي مشكلة في الريداتير. لازم تسمع من العميل وتعرف هو شكوى العميل بيتكلم ايه. تاني حاجة تخش تعمل بري سكان. ليه بري سكان؟ بعمل بري سكان عشان أأمن نفسي، أعرف إن لو في أعطال تاني موجودة ولا لأ، ولو في مشاكل تانية أحلها، أو أبلغ العميل أنت عندك واحد اتنين تلاتة أربعة، عشان لو حصل مشكلة بعد كده هي دي يبقى المشاكل دي كانت موجودة عنده طبيعي. وبعد ما بخلص بعمل بوست سكان عشان أعرف إن كل حاجة اتحلت في العطل. طيب باختصار شديد جدا، انا هخش على الجهاز، عملت سكان زي ما بيحصل لو في كل العربيات، ما بيطلعلكش عطل واحد، بيطلع لك شويه اعطال. سواء بتستخدم اجهزه افتر ماركت، سواء لانش، سواء بتستخدم اوتيل، ايا كان بقى جي سكان. في تويوتا في حاجه بتخدع شويه، ان هو بيديك الكود 3 مرات: هيستوري وبندنج وكرنت. سواء كان موجود هنا عشان بس اخد سكرين شوت لحاجه محدده. هيستوري وبندنج وكرنت، فانا ما بقاش عارف اشتغل على اي حاله. هل العطل ده كان موجود؟ هل العطل ده اتمسح؟ هل العطل ده هيتسجل؟ ما بقدرش اعرفها في التويوتا. فانا لازم ساعتها ابدا اشوف ايه الاعطال اللي شغاله عندي وابدا احدد اولويات. يعني انا هنا عندي في حاجتين ليهم علاقه بالسرعه وليهم علاقه بالفتيس. اول حاجه بيقول لي فيكل سبيد سنسور سيركت كرنت، بس خلي بالك هي مسجله على الكنترول اللي ايه، كروز كنترول، مثبت سرعه. وفي عندي كنترول الاي سي ام، واللي هو الاي سي تي بردك، الاتنين واحد، اتنين نفس الكنترول، مسجل حساس سرعه داخلي. ابدا بانهي؟ انهي اللي ليه اولويه؟ اللي ليه اولويه عندي هنا الكنترول اللي انت داخل تشخص عليه، اللي هو له علاقه بريليتد بشكوى العميل. شكوى العميل سرعه المحرك، بتبدا صوت المحرك يعلى نتيجه ارتفاع سرعه المحرك مع ارتفاع سرعه السياره. يبقى انا هبدا اسجل واشتغل على الكود ده. طب افرض الكود ده لو مش متسجل على مثبت السرعة، لو الكود البي زيرو، يعني ده كده رقم واحد وده كده رقم اتنين. طيب لو الكود كان متسجل، لو الكود البي زيرو 500 ده كان متسجل على كنترول الاي سي ام، كنت اقول لك لا، هتبدأ بالاي سي بالبي زيرو 500. ليه؟ هي في الاخر لعبة ترتيب اولويات وانت بتشخص. لما بتجي لك عربية، العربيات مش لسه خارجة من من التوكيل ولا لسه خارجة من الضمان فجاية تعمل صيانة. لا، عربية مش فاهمة العربيات، كل ما الكيلومتر بيزيد وكل ما العربية بيبقى فيه عدد ورش كتير اشتغلت فيها، كل ما بيحصل فيها مشاكل أكتر. فبالتالي أنا ببدأ لازم أعمل حسابي إن أعمل عملية ترتيب أولوية. ترتيب أولوية ده هيوفر لك وقت وبالتالي فلوس. طب أنا هنا عندي ليه؟ طب أنا ليه خدت الأولوية في الكود ده رقم واحد عن رقم اتنين؟ ببساطة، كود رقم واحد ده اللي متسجل على كنترول المكنة. طب كود رقم اتنين هو بيقول لي الفيكل سبيد على الكروز كنترول، وارد في حاجة في الكوميونيكيشن في مثبت السرعة ما توصلوش او في مشكلة في مثبت السرعة نفسه، هو مش قادر يقرا سرعة العربية. ما هو معنى ان هو سجل سبيد سنسور على كنترول مثبت سرعة وما سجلوش على المكنة، معنى كده ان المكنة شايفة سرعة العربية
كنترول العدادات، شايف سرعه العربيه. وكمان مفيش حاجه تانية مسجله سرعه العربيه، هو مثبت سرعه بس. يبقى مثبت سرعه في حاجه، يا اما في الكنترول يا اما في الضفيره بتاعته مش قادر يستقبل سرعه العربيه. عشان كده انا خليته اولويه تانية. لكن هو لو كان متسجل على كنترول المكنه كان هيبقى اولويه اولى. هي لعبه الاولويه دي مهمه جدا وانا بشخص الاعطال. طب خلاص تمام، احنا عملنا دلوقتي شغلنا ورتبنا اولوياتنا، نبدا نشتغل على خطوات الحل. ورقم 2 ده ممكن احله، بس ممكن احله عميل بحساب تاني هو اصلا ما كانش ليه علاقه بالشكوى. هو لو كان مشتكي عندي في الشكوى مثبت سرعه كمان مش شغال، انا هبدا احل ده. طب انا هبدا اشوف الكنترول هو بيسجل ازاي الكود. الكود مسجل سيركت تشيك او روتيشناليتي تشيك او فانكشناليتي تشيك. هو مسجل سيركت صريح، يبقى انا بتكلم في دي. سيركت صريح ايا كان السنسور ضفيرته ايه. ادي عندي حساس اهو، واصل بضفيره ايا كان بقى عدد اسلاكها بيدي كنترول. انا عندي هنا لا اما عيب حساس، لا اما اتنين كنترول، لا اما تلاتة ضفيرة بس، لان هو مسجل معايا سيركت صريح. نمرة أربعة لا اما الجزء اللي بيأثر على الحساس. تمام. فانا هبدأ، هو مسجل معايا سيركت يبقى انا عندي الاربعة دول، مفيش تاني. هبدأ اخش اصلح على طول؟ لا، لازم ابدأ امشي خطوات تشخيص صح. اجيب الافو، واقف وافتح الجهاز، اشوف الوايرنج شغال ازاي، نوع الحساس ده ايه، الضفيره دي واصله بايه. وبعد كده ابدا امشي خطوات تشخيصي صح. فاحنا لو بصينا هنا كده، مديني التربن سبيد والكوانتر جير سبيد، الانبوت والاوتبوت. طب لو شغال في تويوتا هيبقى، شايف هو هنا كاتب لك ايه؟ ان تي. تي تربن ده حساس الدخل، ان سي كوانتر ده العمود اللي خارج من عليه السرعه للكارونا بقى والكوبلين. فتخلي بالك وانت شغال في تويوتا بين المصطلحات. الان سي ده حساس الدخل، الان تي والان سي ده حساس الخارج. طب انا هبدا، انا خلاص بصيت كده على السيستم، عرفت ان كل واحد ليه ضفيره مستقله بذاتها بدنيتها. تاني حاجه ان الحساس ده عباره عن سولونويد، ملف. ملف انا عندي حساسات نوعين، لا اما عباره عن ملف ده اندكتيف، وده بيكون له مقاومه وبيكون طرفين، لا اما هول افكت وده بيكون طرفين او ثلاثة طرف. طول ما هو رسم لك شكل الملف يبقى هو بيتكلم عن اندكتيف. هول افكت بيبقى ليه رسمه تانية، او لو ما ادكش معلومه لازم ترجع لسيرفيس مانوال تعرف ايه النوع اللي انت شغال عليه. فانا هاجي هنا من عن طريق الوايرنج ده، تعالى نرسمه هنا بشكل ابسط. ادي الكنترول اهو، الكنترول خارج منه سلكه مباشره لان هو ما حطليش اي قطع هنا، داخله على حساس عباره عن ملف وراجعه تاني، بيديك موجب ويديك سالب لان ده نوع اندكتيف. هبدا افك بقى الضفيره وابدا، لا لا لا، ولا هعمل كل ده. معاك جهاز تلعب في الداتا ستريم. طب الداتا ستريم هدور ايه على الداتا ستريم؟ هتدور على ثلاث حاجات في الداتا ستريم: انجن سبيد، زائد تربن سبيد اللي هي ان سي، ان تي، سوري ان تي اللي هي بتساوي الانبوت، والان سي اللي هي بتساوي
الاوتبوت. كل دول الداتا بتاعتهم بتبقى ار بي ام. تمام. هتلاقي ده بيجي ويروح معاك، او بيجي مثلا ويروح مع مطب مع حاجه، اعرف ان في حاجه ملمسه او في حاجه مش راكبه كويس، تفصل وترجع. لكن لو مديك زيرو صفر، من صفر لحد 50، كده معناها ان الحساس ده قاطع. طيب انا دلوقتي انا مش معايا اي داتا، ابدا افكر واشغل ازاي؟ ببساطه جدا، ابدا افك هنا كده الفيشه وتقيس مقاومه الحساس ده. مقاومه الحساس تبقى غالبا اغلب الموديلات، في موديلات من 400 ل 800، في موديلات من 800 ل 1200 اوم. لو اداك زيرو ال معناها الحساس ده مقطوع، اداك زيرو زيرو معناها الحساس ده ملمس. بعد ما يقيس مقاومته، لو اداني مقاومته في الرينج، ممكن افك الفيشه بتاعت الجهاز وابدا اقيس مقاومه الحساس واركب الفيشه هنا، واجي من هنا كده من النقطه دي احط الافو هنا الطرف هنا، واحط افو طرف هنا، واقيس المقاومه. لازم تديني نفس المقاومه دي. لو اديتني زياده قوي معناها ان في السلك ده فيه فولتج دروب، حاجه ممكن تكون مقطوعه او حاجه مش واصله كويس او مملحه. لو اداني ما ادانيش مقاومه يبقى في عندي عيب في الضفيره بس، ويبقى انا كده حددت العيب بمنتهى البساطه. طب هتقول لي في حلول تاني؟ طب افرض انا دلوقتي الحساسه اداني صفر، مقاومه صفر، والسلك قسته لقيته سليم، يبقى خلاص هي عيب حساس. طب افرض انا عايز اكد عندي ان العيب السلك سليم والكنترول سليم، ما ممكن يكون صفر الحساس ده حصل له قفله طير لي الكنترول، ده لي حاجه في الكنترول، اعمل ايه؟ اغلب على الداتا ستريم، اجي على الان سي واجي على الان تي. ان سي الاوتبوت ما بتظهرش معاه غير والعربيه بتتحرك، لازم حركه. ان سي دوران محرك بس، يعني طول الوقت لازم يكون داير. لو تمام، طول ما العربيه اتحركت يبقى وهو مديك صفر، يبقى ده يبقى جوه الفتيس سليم. اعمل ايه بقى؟ اجي هنا كده، انا عندي اهو فيشه طرفين، تعال على السلكه بتاعت السيجنال، وصل لها كهرباء بايدك. ازاي؟ هحط ايدي على البطاريه، كهربة البطاريه، وايدك الناحيه التانيه بسلكه كده انت ماسكها، وصلها على على الفيشه دي، وتشوف الداتا ستريم. المفروض تقرا معاك 50 100 ايا كان الرقم اللي هيقرا معاك، قرا معاك يبقى الضفيره دي سليمه والكنترول سليم، ولا يبقى عندك حساس. بمنتهى البساطه. شكرا.